السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله نشارك معكم هذا البطبوط أو الطوست اللي حضرتهم بالطحين ديال إيلان. الصراحة اللي كيجيو رائعين وكيجيو كذلك لذيذين بزاف. كاين بزاف الإخوان والأخوات كيبغيو ياكلوا إيلان ولكن ما كيعرفوش بزاف الطرق. كاين الطريقه اللي هي معروفه كيطحنوه وكيصوبوا به حسا كما كتشوفوا معايا. هذا هو إيلان اللي غسلته من قبل وخليته كيبس. الصراحه راه ساهله الطريقه. كاين بزاف الاخوان والاخوات خلوا لي تعليق على الفيديو القصير باش بغاو الطريقه وما كانش يعني الوقت، والان غنشارك معكم الطريقه. ومرحبا بالجميع. كما كتشوفوا معايا دابا راني غادا نطحن إيلان، اولا ما كانتش عندكم يعني فاش طحنوه كيمكن لكم تغسلوه وتنقيوه وتنشفوه وتديوه تطحنوه. يعني كاين اللي كيبيع التوابل هو يطحنوا لكم لان كتكون عنده ماكينه سبيسيال يعني كطحن مزيان. وراه ساهله الطريقه، ماشي دائما نديرو خطوات بزاف. انا بعدا بني كنديرو خطوات مضبوط. كما كتشوفوا انا طحنته مزيان. انا خديت كميه بزيت كما كتشوفوا، يعني طحنت بزيت باش نصوب بطبوط ونصوب كذلك طوست. خاصو يكون مطحون مزيان. الا ما يمكنلكمش تطحنوه في الدار كيمكن لكم كما قلت من قبل تديو عند صاحب اللي كيبيع التوابل او اللي كيطحن الزرع، يعني هو يطحن لكم. هنا كما تشوفوا بعد ما طحنتوه هنا عندي معلقه ديال الخميره ومعلقه صغيره الملحه ونص معلقه ديال السكر سنيده باش كنديروه مع الخميره وصافي. وكذلك المدافي. هنا غادي ناخذوا الخميره وغادي نضيفوا لها كذلك نص معلقه ديال السكر سنيده كما كتشوفوا، وغادي نضيفوا لها كذلك المدافي ونخليوها تقريبا واحد 5 دقائق حتى كتنفعل لينا الخميره مع السكر والمدافي. هنا كما كتشوفوا غادي نضيفوا الملحه على الطحين. هو اللي ما يتجمعش ليا الطحين، حيت انا دائما كنصاوب هذه الطريقه، اللي ما يتجمعش ليا الطحين كيمكن ليها تضيف 2 معالق ديال الطحين الابيض باش يتجمع. اما انا ما كندير فيه والو، كنعجنو بوحدو. ودابا بعد ما نفعلت الخميره كنضيفها على الطحين وغادا نبدا نعجن عادي كما كنعجن يعني الخبز ديال الزرع او ديال طحين ابيض كما كنعجنوا الخبز، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. هنا غادا نخلط مزيان ومن بعد غادي نعجن العجينه بيديا عاديه، غير هي ما كتبغيش تدليك بزاف، كتجمعيها مزيان وصافي. كنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه باش ما تجيناش العجينه خفيفه بزاف. هو ما كيبغيش العجينه تكون خفيفه بزاف. الطحين ديال إيلان يعني شويه. هنا كما كتشوفوا بعد ما عجنتها خاصها تكون على هاد القوام كما كتشوفوا. ودابا غادا نخليها حتى تخمر. بعد ما عجنتها نخليها حتى تخمر ونرجع معكم. المهم هو ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه بزاف. هنا كما كتشوفوا بعد ما خمرات لي العجينه شفتوا الصراحه طلعت ما شاء الله. ودابا غادي ناخذها غادي نقطع منها غير 3 ديال البطبوطات، ما غنديرش بزاف لانني انا غندير طوست غير باش نوريكم الطريقه وصافي. هنا كما كتشوفوا بعد ما قطعت البطبوط ودابا العجينه اللي بقات لي حربلتها وخديت المول درت له الطحين وغادا نضيف له العجينه ونخليها حتى تخمر. يعني كتحطوا فيه العجينه ويعني كتكليكوا عليها شويه كتقرصوها باش كتاخذ الحجم ديال المول. كما كتشوفوا ضروري خاصها تاخذ الحجم ديال المول باش تجي مقاده. الا حطيناها وما قرصناش يعني ما كتجيش مقاده. كنقرصها مزيان حتى تاخذ الحجم ديال المول. اكثريه من هذوك القنات باش يعني تدخل فيهم العجينه.
ومن بعد غادا نخليها نغطيها ونخليها حتى تخمر المرة الثانية. اما البطبوط ما غاديش نخليه يخمر المرة الثانية، خمر مرة واحدة غادي نطيبو يعني نيشان. طست خليتها كتخمر، والبطبوط غادا نطيبو دابا، ما غاديش نخليه يخمر المرة الثانية. غادي نقرصو عادي بحال البطبوط كما كتشوفوا، وما خاصوش يكون رقيق بزاف، ما خاصوش يكون غليظ، يعني متوازن. ودابا المقله راه عندي كتسخن، خاص المقله تكون سخونه. كنستمر هكا حيت عندي غير 3، كنبقى نقرص وحده بوحده، يعني باش ملي نطيبهم يجيوني ساهلين. كنرجع للاولى كما كتشوفوا. المهم المقله راه هي سخونه، غادي نقصها شويه باش ما يتحرقش ليا. شفتوا الحجم ما يكونش غليظ ما يكونش رقيق، حتى الا غلظناه غادي يجي يعني غليظ بزاف، ولا رققناه ما غاديش يتنفخ. كما كتشوفوا المقله راه سخونه، ودابا غادي نضيف البطبوطه في المقله. المقله سخونه ونقصتها شويه، يعني خصكم تبقاو رادين البال، ما تخليوش حتى تحرق من التحت، خاصها غير شويه وتقلبوها. هنا كما كتشوفوا مشيت نقرص الثانيه، يعني ما خاصوش يبقى بزاف، الا بقى بزاف راه ما غاديش يتنفخ وما غيجيش يعني كيف ما حنا بغيناه. خصنا نقرصوها ونطيبوا ديك الساعات. هنا كما كتشوفوا غادي نقلبها، شفتوا راني ما خليتوش حتى تحمر، حيت الا تحمر بزاف ما غاديش تنفخ، انا خصها تجي منفوخه. انا البطبوط تقريبا الا ما كانش منفوخ يعني ما كيعجبنيش. لكن ما كتشوفوا هي بدات تنفخ ما شاء الله. صراحه راه طريقه سهله جد رائعه، مازال ان شاء الله نشارك معكم طريقه اخرى باذن، حتى هي سهله احسن من الحساء يعني، وكتجي زوينه ان شاء الله. الا بقى العمر غنشارك معكم طريقه اخرى. صافي هذه طابت، دابا غادي نحيدها. ملي كيتنفخ هو يعني راه طاب. هنا ضفت البطبوطه الثانيه، حتى هي كذلك غادا نقلبها. شفتوا يعني ما كنخليهاش تحمر بزاف، يعني ضروري خصنا نبقاو واقفين حداه ملي يكون يطيب، يعني قابلين. وهذه حتى هي كتنفخ ما شاء الله. نتمنى الطريقه تعجبكم، ونتمنى تكونوا يعني الشرح يكون باين. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي خلوا لي تعليق وقالوا لي بانهم بغوا الطريقه، كنعتذر على التاخير صراحه، والله ما كانش الوقت صافي الوقت المناسب. يعني انا شاركت معكم 3، صوبت غير 3 غير باش نوريكم الطريقه، اما انا شحال هادي كنصوبو طوست وصافي. نتوما كما كتشوفوا معايا البطبوط ما شاء الله كيفاش جا يعني مفروق. نتمنى الطريقه تعجبكم، صراحه جا رائع، والطريقه راه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه. وكذلك الطوست حتى هي ملي خمرات الفران، الطوست كتبغي الفران سخون، شعلته من قبل كما كتشوفوا، شرطتها شويه بالموس. الفران كيكون سخون مزيان، يعني كنقصو على 180 درجه وكندخلها الفران، ولكن يكون الفران سخون.
هنا كما كتشوفوا معايا الطوست ديالي بعد ما طابت، يعني ما خصهاش ما نخليوهاش تحمر بزاف. شوفوا كيفاش كتجي رطيبه ما شاء الله، كتجي رائعه. هنا غادي نحيدها من المول كما كتشوفوني، حيدتها من المول حتى كتبرد وحيدوها من المول. بالنسبه لك كانت لاصقه كتخليوها شويه حتى تبرد. وكنتمنى الطريقه تعجبكم، وصراحه طريقه سهله جد 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 سهله، ماشي شي حاجه صعيبه. وانتم كتعرفوا الا الصراحه صحي، بزاف الناس كيبغيو ياكلوه وما كيعرفوش بزاف الطرق. نتمنى الطريقه تعجبكم. وهذه هي النهايه البطبوط ديالي بعد ما وجد، كذلك الطوست. نتمنى الطريقه تعجبكم وبالصحه والراحه. شكرا لجميع الاخوان والاخوات، شكرا لجميع المتتبعين، ونتمنى الطريقه تعجبكم وبالصحه والراحه. مع السلامه.